السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل النهاردة وصفة جميلة جدا، وصفة الغريبة. من كتر ما هي ناعمة ودايبة هنعملها ان شاء الله بمقادير مظبوطة بالملي، وان شاء الله هقولك على كل التفاصيل جوه الفيديو اللي هتخليها تطلع معاكي دايبة من اول مرة ومن غير ولا غلطة، وهقولك على الاخطاء اللي بتخليها تشقق او تفرش في الفرن، وازاي ما تبصمش في ايديكي. تعالي نشوف الطريقة. بس قبل ما نبدأ حط لايك للفيديو ونسمي بالله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. انا معايا هنا في العجان نص كوباية من السكر البودرة، تكون منخولة كويس وما فيهاش اي كلاكيع يا بنات علشان تدوب مع السمنة كويس. ومعايا كوباية من السمنة، انا هكتب لك ان شاء الله المقادير في صندوق الوصف. تكون اهم حاجة يا بنات لما تعايروا بكوباية واحدة، ما تغيروش الكوباية. طالما ما فيش ميزان يبقى اشتغلوا بالكوباية. انا عامة بشتغل بالميزان، بس في الاخر بحطها لكم في كوباية بحيث ان اللي ما عندوش ميزان يبقى عارف يوزن ازاي بالكوبايات. وهنزل عليهم بكوبايتين من الدقيق. انا بستخدم دقيق الضحى يا بنات، يكون منخول. تمام كده. مش هتنزلي عليهم الا لما السمنه والسكر يبداوا يمتزجوا الاتنين سوا، وتلاقي اللون بتاعها فتح زي ما انت ما شفتي معايا كده في قلب العجين. بس هنا انا قصرت وقت الفيديو، ما جبتلكوش الخطوات طويله. بتاخدوا بقى قطعه كده يا بنات، تدمجوها في ايديكي وتدوسي عليها في النص بصباعك. لو لقيتيها مظبوطه وما فيهاش اي تشققات تبقى كده تمام ومظبوطه، واشتغلي على طول. لقيتيها عملت تشققات ارجعي كده ادمجيها تاني بايديكي. ممكن تكون هي بس عايزه تدمج مره واتنين لحد ما تاخد حراره جسمي، وخليها طريه وكوريها ورا بعض تبقى معاكي زي الفل. نفترض بقى انك عملت كل ده وبرضو العجينه ما ظبطتش، يبقى لازم تدخليها التلاجة. كل ما هتسقع معاكم كل ما هتشتغل معاكم كويس، وهتقعد في التلاجة بالظبط ساعة. وبعدين تاخدي قطعة كده من العجين وتكوريها في ايديكي. هنا هتبدأ تاخد حرارة ايدك، هتبدأ تتشكل معاكي زي الفل. ولو عايزة تزينيها بقى مكسرات او اي نوع متوفر عندك من المكسرات مفيش مشكلة. حطي بقى عين جمل، حطي فستق، بندق، لوز، سوداني. مفيش خالص، خلاص حطيها زي ما هي سادة كده، برضو هتبقى كويسة. وبعد التشكيل يا بنات بتدخلوها التلاجة تاني تمسك نفسها. تقعد لها مثلا بتاع نص ساعة كده ولا ربع ساعة. وبعد كده تشغلي الفرن لمدة 5 دقايق، بلاش قبلها بمدة طويلة يا بنات. هي 5 دقايق حلوة قوي، عشان لو درجة الحرارة عالية هتلاقيها فرشت منك. وبعد كده تشغلي الفرن درجة حرارته 150، من 150 ل 160، ما تزوديش عن كده. تمام. حجم الغريبة بقى بيبقى قد البلية، لا هي كبيرة ولا هي صغيرة. واوعي تدخليها الفرن قبل ما يسخن، لاني برضو كده هتفرش منك. سواء دخلتيها قبل ما الفرن يسخن او بعد الفرن ما يسخن هتفرش منك. ليه؟ لو دخلتيها بعد ما الفرن سخن جامد جدا هتفرش منك. احنا عايزين درجة حرارة متوسطة. دخلتيها والفرن لسه ما سخنش برضه هتفرش منك. قولي ايه الغريبة اللي جايه بتجر شكلنا دي؟ معلش احنا لازم ناخدها على قد عقلها ونعملها زي ما هي ما عايزة. وقبل ما تدخلوا الصاج بتاعكم الفرن يا بنات اعملوا اختبار ليها بالظبط، يعني زي ما تقولوا كده واحدة او اتنين او تلاتة بالكتير قوي. لو فرشت منك يبقى تضيفي لها معلقة دقيق. تمام. لو شققت تبقى عايزة معلقة سمنة. واهم حاجة وانتي بتشتغلي بالعجينة في ايدك، انا بقولها لك هي مرتين تلاتة، تخلي العجينة تبقى باردة في ايدك ما تبقاش سخنة. هتيجي تشكليها ولو سخنت في ايدك هتقولي ايه ده، لا ده محتاجة معلقة دقيق. لا، هي ممكن تكون عايزة بس تبرد. دخليها التلاجة تمسك نفسها شوية، وبعد كده ارجعي اشتغلي بيها تاني. وخدي على القد بالظبط، يعني ما تطلعيش العجينه كلها بره. بصوا يا بنات انا هنا في الفرن ظبطه لكم على 150 ووريته لكم بالظبط اهو. واوعوا تعلوا عليها النار يا بنات وانتوا شغالين. هتستوي من بره ومن جوه هتبقى عجين، وقلبها هيبقى ناشف، وهتلاقيها ناشفه معاكي كده ومحجره. ولو الحراره برضو قللتوها عن 150 هتغيب معاكي في الفرن كتير قوي، وهتشقق منكم وهتنشف وهتحجر بعد فتره. وهي بتاخد لون ذهبي فاتح من تحت يا بنات، ولونها من فوق بيبقى ابيض زي البيتوفور بالظبط. في ناس بتغمق البيتوفور من فوق ومن تحت، انا بصراحه ما بحبوش كده. هو والغريبه بصراحه بحبهم من تحت يبقى لون ذهبي فاتح. بصي هوريها لك دلوقتي، هتلاقيها لونها ذهبي من تحت. ودلوقتي هنا انا بوريكم الايه اللي انا عملتها. انا عملت 3 صغيرين كده او 2 صغيرين هم اللي مظبوطين، والكبار دولت انا عملتهم في الفرن على درجه 250. بصي درجه الحراره عملت ايه، شقيتها. الصغيرين المنمنمين دول تسويتهم 10 على 10 زي اللي في الصاج بالظبط. اما دول انا لما سويتهم حطيتهم على درجه كام، 250 او 200. بصي درجه الحراره بتعمل ايه لما بتعليها قوي. بصي شايفه دي من دي، اللون بتاع ديت ايه بقى، محروق شويه، مش محروق يعني غامق شويه. بصي دي لونها ابيض ازاي اللي في قلب الصاج. وبص الارضيه بتاعتها هنا، وبص الارضيه بتاعت دي. لما اجي اكسرها كده بايديا وافتفتها، مش عايزه اقول لكم بتبقى عامله زي البسكوت، يعني فيها حته قره كده. ليه؟ لان هي استوت نشفت زي البسكوت. احنا مش عايزينها كده، احنا عايزينها لما تضغطي عليها بايديك وتيجي تدوسي عليها تحسيها كده مش مرمله كمان. يعني اكتر من يعني تحسيها ايه، تقولي ايه ده عجينه ما استوتش، لكن لا هي بتستوي في الفرن. ولما بتسيبيها كمان بره بتنشف شويه وبتبقى كانك بتسويها بره كمان.
بصوا يا بنات، الغريبه دي اللي انا سويتها على درجه حراره 250، وحتى لو 200، وحتى لو 190 برضو يا بنات الحراره كده دي عاليه. بصوا تحسيها عامله زي البسكوته كده وهي بتتكسر كده، ما بتحسيهاش حنينه في ايديكي. بصوا الصغيرين بقى، الاتنين الصغيرين دولت اللي انا حاطه فيهم سبرينكل دول، او بصي هم كلهم فيهم سبرينكل بني. بصي دي بقى الملمس بتاعها ضاري كده، تحطيها في ايدك بصي سايبه اثر في ايدك كمان، وانت ايه بتفركيها بايديكي كده. التانيه لا، اتفركت في ايديكي ما حسيتيهاش. بص انا كده عملت الصاج دوت، وهطلع كده الصاج التاني اهوت. واحد كنت عاملاه بالبندق، واحد باللوز. وبتاخد معاك يا بنات في الفرن من 15 دقيقه ل 20 دقيقه. وبرده بص عليها، يمكن فرن غير فرني. ولما الصاج يطلع يا بنات اوعوا تحركوها من مكانها، تخلوها زي ما هي يا دوبك تبرد. اول ما تبرد ابقي امسكيها وحركيها من مكانها، يعني ممكن تسيبيها بايته من بالليل، او ان انت تسيبيها ساعتين ثلاثه تمام كده. بصوا يا بنات عليها بسم الله ما شاء الله، الشكل والطعم مظبوطين 10 على 10، ولا فرشت ولا شققت، والحجم زي ما هو. اتمنى تجربوها بنفس الطريقه دي، ويا رب تلتزموا بكل المقادير اللي قلتها لكم، وان شاء الله تاكلوا احلى غريبه احلى من المحلات كمان. وبكده فيديو النهارده يكون خلص. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والشير والاشتراك. وكل سنه وانتم طيبين، واشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده، واترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.